السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سندرس مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي إعداد ميس سلمى. هيا نبدأ أصدقائي. حرفنا اليوم يتحدث عن حرف التاء. تاء 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 تاء، حرف التاء. ونكون واحنا بنقرأ حرف التاء نرققه شوية عشان في فرق بين التاء والطاء. في فرق بين التاء تاء تين توت تاج. في فرق ما بين كلمة طائرة طائرة تين. في فرق ما بين تاج والطائرة طا. حرفنا بقى اليوم يتحسن حرف ايه؟ تاء. تاء خفيفة كده ورققها. حرف التاء عندنا تاء فتحة تاء تاء تمر تاء تاء تمر. تاء كسرة تي تي تين تي تي تين. تاء سكون ت ت كتكوت ت ت كتكوت كت كت كتكوت. تاء ضمة تو تو تفاح تفاح. تم تين كتكوت تفاح. طيب لو خدنا كلمة تين تاء كسرة، انت قلتي يا ميس تين، امال ليه هنا قلتي تين طولتي في التاء؟ مين الشاطر اللي هيعرف؟ ايوه كده فكروا معايا علشان خاطر، ايوه سامعاك عشان خاطر التاء ايه بعديها مد بالياء، والمد بالياء بيحب الكسرة، فالحرف الممدود جه تحت منه كسرة وطولت فيه مد وهو ماشي. الياء وهي ماشية شدت التاء بالزيادة، بعد ما كانت تي بقت تين. تفاح. الشاطر يقولي تفاح دي فيها مد بايه؟ ها سامعاك، مد بالالف. تفاح مد بالالف. احسنت. يبقى تاء فتحة تاء تمر تاء سكون تاء كتكوت تاء كسرة تي تين تاء ضمة تو تفاح. بالنسبة للسكون احنا اتفقنا ان حرف الساكن ما ينفعش يجي في اول الكلمة، يعني ما ينفعش تجيب لي كلمة في اولها حرف وتقولي يا ميس ده حرف سكون اهو، لا لازم يجي في النص عشان خاطر الحرف اللي قبل منه بيمسكه. ولما اتفقنا في تحليل الكلمة الساكن مع اللي قبله، ليه بقى كنا بنقول الساكن مع اللي قبله؟ لان لازم السكون حاجة تمسكه، عشان كده لازم يجي في النص. انطق واضبط حرف التاء بالشكل. اول حاجة دي صورة الايه؟ تاج، يبقى تاء عليها ايه؟ فتحة. بعد كده تا تا تاج. احسنتم. بعد كده تين تين. وصورة ايه اللي في النص دي؟ لفت لفت لفت. تي تي تين، يبقى تاء تحتها ايه؟ كسرة. توت 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 تاء عليها ضمة. احسنتم. استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف التاء. هنا ده صورة ايه؟ تاء تاء تمر، يبقى اول دائرة. تي تي تين، يبقى برضو اول مربع. كت كت، يبقى تاني مربع. كو كو تاء، يبقى اخر مربع. طب كتكوت فيها مد بايه؟ كتكو مد بالواو. شكرا لكم وانبسطت معكم جدا. احسن اراكم من الحلقة القادمة. ميرسي.